كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب اللهم امين. النهارده بقى تعالوا نعمل مع بعض احلى صينية جلاش هتاكلوها في حياتكم. هنعملها النهارده بس انا عاملاها كده بطريقة مختلفة وهنعملها بشكل مختلف. زي ما انتم عارفين كده جبت الرقاق وبدأت ادهن كده السمنة في الطوابق ما بين الرقاق كده زي ما انتم شفتم. انا بحط تحت كده نص الباكت بتاعت الجلاش بحطها تحت، وابدأ ان انا النص التاني كده احطه فوق، وكمان ببقى حاطه كده زي قطع مطلعها بره الصينيه كده عشان اغلفها كده عليها كانها تبقى فطيره، فاهمين؟ وبابدأ إن أنا أحط بقى عليها السمنة زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، وأبدأ بقى أقفّل كل الجلاش. النهارده هنعمل الجلاش بتاعنا في حاجة قُلت لازم أجرّبها معاكم وأشوف هل الeffect بتاعها يعني الحاجة دي هتطلّع الجلاش زي ما إحنا متعودين عليه، والّا الموضوع هيبقى مش لذيذ ومش لطيف؟ فيالّا بينا أورّيكم الجهاز الجديد اللي أنا جِبته النهارده، وهنعمل مع بعض أحلى صينية جلاش. طبعًا رمضان يعني بيحب صواني الجلاش وصواني البشاميل والحاجات القمر دي. ان شاء الله باذن الله قريب جدا هنزل لكم وصفات حلوه قوي قوي قوي، بس اتمنى منكم ان انتوا تشجعوني بلايك وشير وكومنت ودعوه حلوه كده من القلب، وصلوا على النبي في الكومنتات كده ان احنا في شهر كريم، ربنا يعني يعود علينا بالخير والبركات والسعاده والفرح يا رب اللهم امين، واحنا في زياده دايما مش في نقصان. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا بقى جبت بيضه وحطيت عليها كده ملح وفلفل اسمر وهربها كده، وهبدأ إن أنا أحط عليها كده شوية من اللبن، وبرضه هابدأ إن أنا أقلبها، وحطيت عليها معلقة كده صغننة من البيكنج باودر، وهابدأ إن أنا أقلب كل الكلام ده كده مع بعضه. وكده أنا حطيت هنا الجلاش في الخباز بتاعي وسبته يعدي كده 10 دقايق، وحطيت عليه خلطة البيض باللبن، وبعدين سبته تاني وولعت عليه من فوق. الطباخ ده هو عامل شبه الفرن، بيسوي من تحت ومن فوق. بجد يعني عجبني جدًا إن أنا استغنيت عن الفرن. إن أنا مثلًا لو الغاز عندي فاصل أو أي ظروف حصلت، أقدر إن أنا أعمل الأكل بتاعي كإنه في الفرن وأحسن كمان بصراحة. شوفوا بقى كمان الحاجة طالعة مش ما اتحرقتش كده من تحت ولا لازقة ولا متشعوطة، ما شاء الله طالعة جميلة جدًا. الطباخ ده بجد بجد طلع تحفة، طلع رهيب بجد، حلو أوي وفكرته حلوة أوي. بقى ممكن نعمل فيه بيتزا، نعمل فيه فطاير، نعمل فيه حتى كمان ممكن الكيك. هاعمل لكم فيه كيك إن شاء الله بإذن الله قريب، بس شجعوني كده عشان أجرب لكم فيه حاجات كتير أوي الفترة اللي جاية. أنا حبيت بس أوريكم إن قد إيه الحاجة ما لزقتش، والحاجة طالعة مقرمشة وتحفة جدًا جدًا، وكانت في منتهى الطعامة وفي منتهى الجمال وجوسي ومقرمشة في نفس الوقت. بجد الجهاز ده طلع تحفة جدًا ولازم تجربوه.